السلام عليكم خوتنا، مرحبا بكم في قناتكم الجمهور الطناش. غير كيما شفت في فيسبوك واحد الخبر يدور على لي ماتش امريكا اللي راح نلعبوهم ان شاء الله في ديسمبر. ومن بعد كي حوست مليح لقيت بلي لا ماشي هكاك، كانوا دايرين بلي سوا ديزون نلعبوا مع غينيا الاستوائيه وغانا. ومن بعد كي حوست على الخبر مليح لقيت بلي لا ماشي هكاك، لقيت بلي تربص اللي راح نديروه ان شاء الله راح يكون في وحده من البلايص، سوا السنغال ولا غانا ولا غينيا الاستوائيه. على كل حال دوك نحط لكم هنا نرى لكم الخبر هذا لقيته في واحد لاباج واسمها لو كوتيديان. على كل حال دوك نشوفوا واش راه مكتوب هنايا. قال لك revenons sur la préparation du déplacement de la sélection algérienne pour participer à la CAN. Le président de fédération algérienne a annoncé que les lieux de stage pré-CAN que doit effectuer l'équipe nationale de football sera connu d'ici le 10 septembre prochain, Inch'Allah. Et c'est après la programmation des matchs amicaux. Il faut rappeler que le coach national, Jamal Blandi, bien sûr, a déclaré lors de sa dernière conférence de presse qu'il veut avoir deux matchs amicaux en décembre avant de participer à la CAN 2023. اسمع هذا كامل حاب يفهمك باللي en train de préparation de deux matchs amicaux ان شاء الله في ديسمبر هذايا. de toute façon كاين على واش لي ماتش اميكال هذوما نلعبوهم. Voilà, il est comme là, le choix reviendra au sélectionneur national كما راكم تشوفوا من تحت pour rencontre soit contre السود اللي هي l'Afrique du Sud soit مالي وممكن انه تكون انغولا. شوفوا خوتنا، انا صراحة انا واحد من الناس كان ماذا بيا لو كان الخبر اللي شتو الاولاني مالغري كان مجرد اشاعات. على كل حال ماشي مجرد اشاعات، يعني شغل الخبر ما نقول فوق، باسكو انا شفت باللي كاين احتمالية جمال بالماضي. راكم تعرفوا الخبر تاع الفيسبوك، احتمال لاعب ضد غينيا الاستوائية. كان ماذا بيا صراحة لو كان نلعب كونتر غينيا الاستوائية، لخاطرش غينيا الاستوائية ستين ايكيب اكس. على بالكم باللي من الماتش اللي ربحونا فيه غينيا الاستوائية فريق كان في حظيرة الصغار، دوكا راهو قفز لحظيرة الكبار والناس مازال ما فاقتش. على كل حال راني جبت لكم اللي دارني ريزولطا اللي داروها مع الاخر في دي ماتش الاخرين راهم خسرين ماتش واحد برك. لو كان تشوفوا تريماركيو باللي ملافان تاع الباركور تاعهم في كوب دافريك لعبوا يا اخي مع السنغال خسروا، ومن بعد ملافان تاع الباركور تاعهم لعبوا دو ماتش اميكال الله اعلم خسروا مع لاغيني، ولعبوا تانيك ماتش واحد اخر بعد خسروا مع تونس. ومن من ثماك انتفاضه داروا راهم حتى دوكا لاعبين دي ماتش كيما قلت لكم خاسرين ماتش واحد برك. ربحوا الكاميرون يا ناس، ربحوا الكاميرون وبعد في الروتور كيما خسروا مع تونس ربحوهم 1-0. حتى الكلاسمون تاعهم تاع لافيفا تبدل من الكوب دافريك هذيك. دوك نحط لكم الكلاسمون تاعهم من الكوب دافريك هذيك لدوكا تا خاوتي تطور كبير. كانوا واقيل في مع الاخرين كامل 135 واقيل ولا 134، دوك راهم مكلاسين 88 وهم غير يزيدوا يطلعوا. تما انا راني بكل صراحه متمني لو كان صح كان كاين الخبر هذا، باسكو من الاخر خاوتي تما انتقام كروي، باسكو الحرقه مازالت تاع الكوب دافريك كيما خسرنا معاهم 1-0 لا فيريتي. ومن ثماك كيما قلت لكم هو كان فريق في حظيرة الصغار ولا فريق في حظيرة الكبار. دوكا راهو يقدر يربح الكاميرون، يقدر يربح تونس. وانا بالنسبه لي الفريق اللي يقدر يدير دي ماتش كيما هذوما او فريق محترم وراهو غير يزيد يتطور، باسكو عنده دي جوار تقريبا كامل يلعبوا في فرنسا. على كل حال هذا ما كان، هذا واش حبيت نهضر خاوتي. ما كنت متمني لو كان صح كان كاين الخبر هذا كل لعبوا كونتر غينيا استوائيه، لخاطرش راهو فريق يعني في تطور ملحوظ ويعني بداعي ثانيك يعني انتقام كروي. على كل حال هذا ما كان خاوتي، ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر والسلام.